الزمالك طبعا بيمر بفتره عصيبه، وكلنا شايفين المشاكل اللي بيمر بها الزمالك، من تخبط في مستوى الكوره على مستوى نادي الزمالك، لعيبه مهمله مش فارق معاها. حتى اتحاد الكوره وقف القيد وعمل مشاكل مع نادي الزمالك. كهربا طول الوقت طالع يشمت في نادي الزمالك. كل دي احداث بتحصل في نادي الزمالك. النهارده انا عايز اتكلم على اول لاعب عايز اتكلم عنه النهارده، احمد بالحاج. احمد بالحاج كل جماهير نادي الزمالك كانت مستنيه القيد يفتح عشان احمد بالحاج يلعب. احمد بالحاج لعب، بس للاسف ما قدمش المستوى المطلوب اللي احنا كنا منتظرينه من احمد بالحاج. مش هو ده مستوى احمد بالحاج في اسوان. مش ده احمد بالحاج كان بينزل اي لقاء بيغير سير اللقاء، بيغير النتيجه، بيغير الاداء. مش هو ده المستوى اللي احنا مستنيينه من احمد بالحاج. وخد بالك يا احمد يا بالحاج، انت عقد حضرتك مع الزمالك 6 شهور، ممكن نفعله الشراء وممكن نرجعك تاني اسوان. عشان بس ايه يعني زي ما بنقولوا كده، انت لسه يعني ما انتش متثبت في نادي الزمالك. طب ايه مشكله بالحاج؟ بالحاج في ماتش شباب بلوزداد في الجزائر عمل مشكله جامده جدا في اوضه اللبس مع فريرة. ما بلعبش ليه؟ انا عايز العب، لازم العب، ما فيش حاجه اسمها. يا احمد بالحاج احترم راي المدير الفني مهما كان. احترم راي المدير الفني مهما كان. المدير الفني بيقول ده، في مديرين فنيين اي لعيب جديد بيجي على الفرقه ممكن يقعدوا 3-4 شهور ما يلعبوش. انت لعبت، فلازم تهدي الامور وتهدى وتسمع الكلام. وخاصه انت لسه لاعب جديد، يعني لسه اسمك يعني في الزمالك بالقلم والرصاص. فخد بالك الوضع مش الطف حاجه. كمان احمد بالحاج طلع من الجزائر على اسبانيا ورجع الزمالك، رجع مصر. طبعا اسماعيل يوسف ما عجبوش الكلام وقعد معاه وقال له الوضع كده مش هينفع، لو انت ما ظبطتش نفسك مش هينفع. لازم تحترم راي المدير الفني وما تعملش مشاكل في فريق نادي الزمالك يا احمد بالحاج. وخاصه ان احنا يعني متعشمين فيك خير، والفتره الجايه في فرص كتير مع المدير الفني الجديد اللي هيجي، في فرص كتير. فلو انت كل مشكله هتقعد تتعارك وتعمل مشاكل مش هتنفع. الزمالك مش ناقص مشاكل. ماشي يا عم بالحاج. طيب مين تاني عايز اتكلم عنه؟ عمر جابر. عمر جابر دلوقتي راح لمسؤولين نادي الزمالك وقال لهم يا جماعه انا عندي عرض خليجي وعرض تركي. طبعا مسؤولين نادي الزمالك قالوا له ايه؟ قالوا له يا 600 مرحبا، يا الف نهار مبروك. وجماهير الزمالك بتقول نفس الكلام، الف سلامه يا عم عمر. رجوعك للزمالك كانت اكبر غلطه من اللي رجعك. يعني اللي جابك الزمالك يتحمل مسؤوليه ان انت رجعت تاني. لان انت رجوعك للزمالك كان ضرر للزمالك. انت جاي تاخد فلوس، مش جاي تلعب، مش جاي تقدم، مش جاي تفرق مع الفريق. يا ريت تبص على نفسك. الفلوس اللي انت خدتها من الزمالك دي ما تستحقهاش. عامه احنا مبسوطين انك هتمشي، ويا ريت المسؤولين نادي الزمالك يضغطوا على موضوع العروض بتاعته دي ويمشوه، لان عمر جابر مش هيفيد الفريق، ومن اول الاسماء اللي كل الجماهير طلبت ان هي تمشي لعدم فعاليته جوه الملعب ولا حتى خارج الملعب ولا حتى في اوضه اللبس. بالعكس ده متسبب للمشاكل. فاحنا مبسوطين ان عمر جابر هيمشي. الف سلامه. بالنسبه لمرتضى منصور طبعا كلنا عارفين ان هو المفروض يطلع يوم الاحد الجاي من الحبس بتاعه. الشهر هيكمل يوم الاحد الجاي وهيطلع على خير. طبعا خروج مرتضى منصور الدنيا هتتغير خالص. لو طلعتوا ان الزمالك الفتره الاخيره تخبط اداري واضح. اعضاء مجلس الاداره اللي يقول ده احنا هنجيب مدير فني اجنبي، وناس ثانيه تقول هنجيب مدير فني مصري. هو في حاجه اسمها كده يا جماعه؟ انت حضرتك عضو مجلس اداره، المفروض يبقى في واحد بس متحدث، ويبقى في اتجاه حاجه واحده بس، انا هجيب مدير فني مصري، انا هجيب مدير فني اجنبي. لكن كل واحد ماشي بدماغه هتودينا للنتيجه اللي احنا مش عايزينها. وبالتالي مرتضى لما يجي كل الامور هيتم حسمها، سواء بقى مدير فني مصري او مدير فني اجنبي، من اللعيبه اللي هتمشي ومن اللعيبه اللي هتقعد ومن اللعيبه اللي هيتم التعاقد معاها على اعلى مستوى عشان الزمالك يرجع تاني. فاحنا في انتظار مرتضى منصور ان شاء الله يوم الاحد. ان شاء الله يعني مع خروجه الامور تهدى
القرارات كلها يتم حسمها. برضو انا عايز اقول ان المفروض ان كهرباء اخر فرصه ليه ان هو يدفع قبل 10/4، يعني يوم 10 ابريل لو كهرباء ما دفعش هتوقف تاني 6 شهور. فدلوقتي في يقال ان كهرباء جاي له عرض خليجي بمبلغ محترم علشان اداؤه ومستواه السوبر اللي هو بان فيه. المفاجاه بقى ان النادي الاهلي وافق ببيعه. شوبير قال ان الاهلي موافق ببيع كهرباء للنادي الخليجي اللي هو طلبه. دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ بس عايز اقول لكم ان الملحوظه في حاجه زي كده ان الاهلي بيمر بازمه ماليه طاحنه. وانا قلت في فيديوهات قبل كده لو يا ريت تسمعوا ان كهرباء مش هيقدر يدفع الفلوس بعد ماتش القطن الكاميروني. كهرباء المحامي بتاعه قال لك اول ما يرجع من مصر بعد ماتش القطن الكاميروني هيدفع الكهرباء، هيدفع الغرامه. هل دفع الغرامه كهرباء؟ ما دفعش الغرامه. الغرامه بتاعته زي ما انا قلت. ليه؟ لان الاهلي بيمر بظروف طاحنه ماديه. واكبر دليل على كلامي ان اللاعب اللي هو والتر هودج ده اللي هو بتاع السله، اللاعب المحترف اللي كان بيلعب في الزمالك وراح النادي الاهلي، فسخ عقده. البورتريكي فسخ عقده وراح لعب في نادي تاني، وطلع ان كلامه مظبوط وحقه ليه حق، لان ما خدش مستحقاته ولا مرتبه ولا حتى ايجار الشقه اللي كان قاعد فيها في مصر. فالاهلي بيمر بظروف طاحنه. الحل الوحيد ان كهرباء يتباع، وفي نادي الخليج عايزه، الفلوس هتدفع والموضوع الكهرباء هيخلص. الحل الوحيد هو بيع كهرباء، وده اللي هيحصل الفتره الجايه. وشوبير نوه لكده وقال ان كهرباء هيتباع ومشكله الغرامه بتاعته هتتحل ان شاء الله. في كتير من الفتره الجايه في كتير من المواقف او الاحداث اللي هتتحسم. عوده مرتضى هتحسم كتير من الملفات، غرامه الكهرباء، المدير الفني، اللعيبه اللي هتمشي واللعيبه اللي هتيجي. اتمنى ان اللعيبه اللي موجوده تاخد بالها ان في ماتشات جايه، ممكن تكون دي فرصه اخيره ليكم ان انتم يعني تصححوا الاخطاء اللي انتم عملتوها الفتره الاخيره. حاولوا تصححوا. اخر حاجه بس عايز اكد عليها يا جماعه لو سمحتوا، لو امكن نضغط على الزرار اللي هو السبسكرايب او يعني الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا كل يوم ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.